تعال اقول لك لو معاك لحد 200 الف جنيه تجيب بيهم عربيه ايه. اول عربيه معانا في فئه ال 200 الف جنيه هي شيفورليه لانوس. العربيه دي قطع غيارها رخيصه ومتوفره، صيانه سهله واعتماديه. لكن وانت بتشتري العربيه دي افحص البطاحات كويس، ما تكونش مشرخه. ممكن تكون كانت مشرخه قبل كده واتلحمت واترشت، فافحص كويس. هتلاقيها معروضه ب 180 190 200 220، بس تخلصها 200 ألف جنيه الحالة النظيفة. تاني عربية معانا في الفئة السعرية ال 200 ألف جنيه هي النوبيرا 2. اعتمادية حرفيا من الدرجة الأولى، لو جايبها مانيوال سهلة تقلبها أوتوماتيك، من غير أي تعديل في الشاسيه ومن غير ما تعيب في العربية. مشكلتها الوحيدة في مجموعة الهواء، ظبطها وهتمشي معاك العربية زي الفل. تالت عربية معانا في الفئة السعرية ال 200 ألف جنيه هي البيجو 405 لحد 2006. خد بالك العربية دي في منها إصدارين، إصدار فرنساوي وإصدار إيراني. الايراني بيبتدي معانا من 2007. اوعى تشتري الايراني عشان قطع غياره في مصر قليله جدا، يبقى حضرتك تشتري اللي هي لحد 2006. والعربيه دي اعتماديه وكويسه جدا، صالونها يعني معقول وواسع، شكلها الانسيابي جديد، مش اللي هو زي مثلا الشاهين والعربيات القديمه. توكل على الله، فيها عربيه كويسه جدا، صيانتها سهله للي بيشتغلوا فيها. رابع عربيه معانا في الفئه السعريه ال 200 الف جنيه هي هيونداي اكسنت. قطع غيار رخيصه والصيانه سهله جدا، عربيه اعتماديه جدا جدا جدا. انها كواليتي ضعيف، عربيه ضعيفه، ثباتها ضعيف، لكن هي كعربيه ركوبه من البيت للشغل للعائله الكلام ده حلوه وزي الفل. خامس عربيه معانا في الفئه السعريه ال 200 الف جنيه هونداي فيرنا النعش الطاير. العربيه دي لو سوقتها هتلاقيها بتجري وبتجري قوي بس ما بتقفش، وثبات اسوأ حاجه في الدنيا. بس لو جينا بصينا على مميزات النعش الطاير نلاقيها ان هي فعلا افضل اختيار في الفئه السعريه. لو محتاج حاجه قطع غيارها رخيصه وصيانتها سهله جدا، يبقى النعش الطاير هي افضل اختيار. حرفيا زيرو اعطال. يا سيدي الاعمار بيد الله. ملحوظه بقى مهمه جدا، اوعى تدفع جنيه غير لما تفحص اي عربيه، لا يكون دايس عليها قطر قبل كده وتصلح مغيره نص او ربع، او فيه دهان في القوايم او الشاسيه، او فيه لحام، او موتور عايز يتغير، والتكييف والفتيس، حتى الكاوتش. الحاجات البسيطه دي بقت بارقام دلوقتي، فرده الكاوتش بقت برقم، والبطاريه ما تنساهاش. لازم تجيب حد يفحص العربيه من الالف للياء قبل ما تدفع جنيه. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو. سلام.